في القرن الرابع عشر، وهذا مهم بالنسبة مهم، نزحت قبائل عربية من بني معقل من اليمن. من اليمن نزحوا من اليمن في بداية القرن، يعني آخر الهجرات العربية كانت في القرن الثالث عشر والرابع عشر يعني. ومن اليمن عبر الجنوب على خلاف بني هلال وبني سليم وبني رباح. هؤلاء أتوا من اليمن، وربما هذا من الأشياء التي كذلك ترسخ اللحمة بين اليمنيين كذلك. فلذلك والطريف في الأمر في هذه المنطقة وما نسميه اليوم بالجنوب الشرقي، هناك فسيفساء، هناك الأمازيغ، إما بقايا زناتة أو صنهاجة، والوافدون العرب. ولذلك تجد فسيفساء ما نسميه احنا قصر، القصر يعني قصر أي يعني البناء أو قرية أو كذا، أو الحي باللغة العربية القديمة. حي إذا كنا نريد أن نستعمل كلمة يعني عربية هي الحي، وكان حي إلى آخره من العربية القديمة. هذا نسميه احنا في هذه المنطقة في جنوب الجزائر، وفي في 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 تافيلات وزاغورا وضرعاء إلى آخره القصر بشمام حرف كذا، وبالأمازيغية إغرم. ولذلك يمكن أن تجد مكان قصر يتكلمون العربية وهم سليل بني معقل، وعلى بعد كيلومترين أمازيغ إلى آخره، ويقوم هناك نوع من فالمنطقة كانت عاصمتها سجل ماسا. عرفت للأسف الشديد يعني تدهور بالنظر إلى تغيير طرق التجارة، يعني لم تعد الصحراء هي المورد الأساسي مع الاستكشافات الجغرافية، وأثر ذلك عليها، ولكن بقيت تحمل مخلفات وتأثيرات حضارية، وكانت تعتبر من الحواضر الكبرى في الغرب الإسلامي قاطبة. يعني هناك أمريكي درس وعمل يعني ما يسمى يعني أبحاث أركيولوجيا، وكان يقول، أو من الأشياء أمريكي مانسون أعتقد، كان يقول بأن تأثير سجل ماسا كان يبلغ إلى القاهرة لفترة. وفي هذا المكان يلتقي نهران، زيز وغير، زيز وغريس، ولذلك تسمى الريسان يعني من الراس، وتم تحريفها واصبحت الريساني، وهي عبارة على كل حال الجغرافيين الفرنسيين كانوا يعتبرون هذه المنطقة بلاد الرافدين صغيرين، بتيت ميزوبوتامي، لأنه كما يتم التقاء الرافدين يعني دجلة والفرات كان يلتقي في مكان زيز وغريس، وهذا المكان هو الذي كان يسمى قديما الريسان، يعني من الرأس رسواد ورسواد. الله. فللأسف على كل حال السين والصاد في المغرب يعني السويرات تسمى السويراء إلى آخره، فهي وأصبحت مدينة، وكانت هي العاصمة لتافيلات سجل ماسا. يعني في الأصل الريسان في الكتب القديمة الريسان وليس الريساني. لا طبعا، لأنه هنا النطق المنطقة يعني يؤكد على الشيء، هو الأصل الريسان، ولكن منطق يعني هناك خصوصية يعني شيء يعني بالنسبة بالأخص في هذه المنطقة لهم طريقة هي الريسان الريساني هكذا إلى آخره، ويتكلمون بالأنف إلى آخره. تافيلات هل لها بعد تاريخي؟ تافيلات مثلا، تافيلات هي المنطقة يعني ليست مدينة. لا، تافيلات هي المنطقة، كما لو تقول سوس أو الريف هي منطقة. أما المدينة تاريخية هي سجل ماسا، سجل ماست، ولكن زناتيل تصبح جيم، وهي مكان منابع يعني لناب باللغة الفرنسية. والمكان اللي كان يسمى سجل ماسا هو الذي يسمى الآن بالريسان. وهي طبعا يعني مصدر يعني أو الأشراف العلويين، ومنهم من نزحوا يعني حسن الداخل نزح من الينبع واستقر هناك، وكان له يعني الدولة العلوية ذرية طبعا، وكان يعني واحد من ذريته كان شريفا من الأشراف ووليا صالحا،
إلى مولاي شريف إلى آخره، جد السلاطين مولاي محمد، ثم بعده يعني الذي لم يحكم إلى لفترة قليلة، ولكن إلى مولاي رشيد، وهو أول سلطان علوي ومؤسس الدولة العلوية والذي وحد المغرب، ثم بعده المولاي إسماعيل. يعني هي منبع الدولة العلوية. هي منبع الدولة، ويمكن إذا لازم أنك تزور ضريح مولاي علي الشريف. في أي منطقة هو في الرساني. في الرساني، ودفن في مكان هو مزار، وكان في يعني كان يسكن ويتعبد في مكان يسمى تغرمت. وتغمرت بالأمازيغية هي الزاوية. تغمرت. جميل. إذن كم باقي الوقت الأستاذ؟ هو الساعة 6 مرتبط، كم ساعة؟ لا معلش، ممكن خليني أزيد. المدفونة هذا ما هي المدفونة هذه؟ مدفونة هذا أكل خاص بالرساني، لأنه والرساني رغم أنها لا تبعد إلا ب20 كيلومتر عن أرفود، تختلف اختلاف عن أرفود. أرفود هم بالأساس عرب أقحاح، فيهم طبعا فيهم ما يسمون يعني عرب صباح. الجرف عرب صباح. الجرف عرب صباح، وطريقة كلامهم يعني تدل على أنه أصولهم عربية. الرساني بوتقة، فيها الأشراف، فيها أمازيغ يتعطى، وفيها العرب، ولذلك اللكنة تختلف ما بين أرفود. والطريف في الأمر أن لكنة الرساني أقرب ما تكون إلى لكنة دار المخزن، لأنه طبعا أصول دار المخزن من تافيلات، فبقيت هناك يعني